نادية مصطفى صوت مصر الرائع، مواليد حي المعادي في القاهرة. عاشت مع أهلها في حياة قائمة على الحب والاحترام، وتعلمت منهم المسؤولية وقيمة الحياة. اتميزت منذ الصغر بصوتها الرائع، وكانت بتردد الأغنيات في الحفلات والسهرات اللي كانت بتحضرها مع أسرتها. كانت بتشارك في الحفلات المدرسية، لكنها لم تتسرع في الدخول إلى الساحة الفنية حتى كانت نقطة التحول. نقطة التحول كانت دخول نادية مصطفى كلية الآداب جامعة القاهرة، وشاركت في كورال الجامعة، ورشحها مدرب الفرقة الجامعية في الوقت ده إن هي تغني سولو بمفردها، إلى أن جاءت الفرصة في إذاعة شبكة الشباب والرياضة. ومن هنا التقت بالملحن الرائع محمد سلطان، والذي أعجب بصوتها وشجعها على مواصلة الغناء، وقدم لها أول أغنية خاصة بها كانت سبب شهرتها غنوة مسافات. مين فينا يقدر ينسى روائع غنوة سلامات، مسافات، وبكل لغات العالم؟ اتفضل قولها. غنوة يمايا وجوابات ورد اعتباري وسنة واحدة وصوتك حواليا، أغاني كتير جدا عايشة جوه وجداننا، جوه قلوبنا وعقولنا، لأن مصدرها واحد، مصدرها الصوت الكنز، الصوت الاستثناء، الصوت الجوهرة، نادية مصطفى بنت مصر العظيمة. مصر يا فرد الشراع كنت عرضة للضياع، مصر يا فرد الشراع كنت عرضة للضياع، لولا جيشك ويا شعبك رجعوا الحق اللي ضاع. عدي يا سفينة عدي، عدي بينا يا بلد، هما دول جدعان بلدنا. مدي ايدك يا بلدنا، هما دول جدعان بلدنا. كل واحد عالسفينة ايده بتكمل جهادنا. عدي يا سفينة عدي، عدي بينا عدي